حرب بدأت منذ أكثر من 40 عاماً. الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى تعتبر حرباً أيديولوجية واستراتيجية أدت حتى يومنا إلى صراع غضب وكراهية عميقة. ولتقدير مدى الخطورة والعنف يجب العودة بالزمن إلى الوراء لفك خيوط هذه المأساة والوقوف على الدوافع الحقيقية لكل الأطراف المختبئة وراء العقائد والآراء. وسنخبركم بهذه القصة. الحرب مو مجرد قصف ورد قصف، احنا بنحكي عن مواجهة ممكن تغير شكل العالم بالكامل. بس السؤال الأهم، هل فعلا الحرب بين إيران وإسرائيل جاي تكبر؟ دور الولايات المتحدة شنو بهاي المعادلة؟ واحنا كشعب شنو وضعنا بهاي الحرب كلها؟ قبل ما يبدأ هذا الفيديو، إذا حاب تعرف تفاصيل هواي عن هاي الحرب لا تنسى تنزل وتخلي لايك وتشترك بالقناة، وأيضا تشارك المقطع ويا كل أصدقائك حتى يوصل أكبر عدد ممكن، وحتى يعرفون شنو هاي المعادلة وشنو غايتها هاي الحرب. القصة تبدي بعام 1979. إيران وإسرائيل كانوا حلفاء لكن بشكل غير علني، حيث كان اكو بيناتهم تعاون أمني وسياسي واقتصادي. لكن بعد الثورة الإسلامية اللي صارت بإيران بقيادة السيد الخميني تغير موقف طهران تجاه إسرائيل من حليف إلى خصم، بحيث صارت إيران تعتبر إسرائيل خصم سياسي وعقائدي إلها، وإسرائيل تعتبر إيران خطر على نفوذها بالشرق الأوسط. وأكيد الولايات المتحدة بدأت تخاف من إيران كونها خطر على توسع نفوذها أيضا بالشرق الأوسط. وهنا صار عندنا ثلاث أطراف بخيط واحد. إيران تريد تثبت نفسها كقوة إقليمية، وإسرائيل تريد تمنع أي تهديد مباشر إلها، والولايات المتحدة تريد تحافظ على ميزان القوة لصالحها، وخصوصا في الشرق الأوسط كونها تسيطر على هاي المنطقة بذاك الوقت، وحاليا هي أيضا تسيطر على هاي المنطقة. راح تسألني وتقول لي شنو اللي جاي يصير حاليا؟ راح أجاوبك وأقول لك بالفترة الأخيرة شفنا تصعيد واضح، ضربات مباشرة وتهديدات مستفزة وتصريحات من كل الأطراف. الخطر مو الضربة نفسها، لا، الخطر إذا كان الرد أقوى وتحولت الحرب من حرب إقليمية إلى حرب عالمية، وبالتالي هذا يأثر على أسعار الاقتصاد العالمي وعلى أسعار النفط وأسعار الغاز، وحنكون قدام سلسلة تصعيد ما لها أي نهاية واضحة. وهنا راح تدخل أمريكا بكل ثقلها العسكري والسياسي، كونها تخاف على نفوذها أيضا بالشرق الأوسط، وكونها حليف قوي سياسي وأمني لإسرائيل. زين هاي الحرب شنو تأثيرها على العراق؟ احنا بالعراق موقعنا حساس جدا، اي توتر يصير بالمنطقة ينعكس علينا مباشرة، الاسعار ترتفع، وايضا الوضع الامني الغير مستقر والضغط السياسي والتوتر بكل الشارع العراقي. واحنا كشعب اخر ناس ممكن نتحمل تبعات هاي الحروب، لان عانينا بما يكفي. وراح اعطيكم من خلال الاحصائيات الاخيرة عدد الخسائر الكبيرة بالمدنيين والعسكريين بعدة دول. بإيران 200 قتيل و750 مصاب، بإسرائيل 12 قتيل و121 مصاب، بالإمارات 3 قتيل و58 مصاب، الولايات المتحدة الأمريكية 4 قتيل و5 مصابين، العراق 10 قتيل و5 مصابين، بالكويت 1 قتيل و32 مصاب، بقطر 0 قتيل لكن عندهم 16 مصاب، بعمان 0 قتيل عندهم 5 مصابين، بالبحرين 0 قتيل لكن عندهم 4 مصابين، بالأردن
أيضا 0 قتيل، لكن عندهم أيضا 4 مصابين. الوضع الأمني بالمنطقة غير مستقر، ضرب وصواريخ وتهديدات مباشرة، وخصوصا بعد قتل السيد علي خامنائي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بالحروب الشعوب اللي تدفع الثمن، وأي خطأ صغير ممكن يتحول لكارثة كبيرة. احنا نريد الاستقرار، بس الوضع دي يقول ان الامور ما زالت على حافة الهاوية. زين انتم برأيكم هل راح تهدأ الامور لو احنا قدام فصل جديد اخطر؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اتمنى لكم كل التوفيق، وبعيد الشر علينا وعليكم وعن وطننا الحبيب العراق. اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو. اشترك بالقناة وخلي لايك اذا عجبك الفيديو، وشارك المقطع ويا كل اصدقائك. خلينا نوصل اكبر عدد ممكن من اللايكات والاشتراكات والتعليقات الحلوة. نشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجاية. كان معكم حد الطاي، مع السلامة، باي باي باي. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. ما إن انتهت حرب 12 يوماً بين إسرائيل وإيران حتى سارع كل طرف إلى إعلان النصر على الآخر، لم تغب الولايات المتحدة الأمريكية عن المشهد، فقد عزت إلى نفسها الدور الأكبر في تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، بعد أن أكد الرئيس ترامب أن الحرب كان من الممكن أن تستمر سنوات وتتسبب في تدمير الشرق الأوسط برمته. Tired of it. I think they don't want it to happen again. And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. فهل انتصرت جميع الأطراف فعلياً في هذه الحرب التي يصفها الخبراء بالخاطفة؟ وهل ما تحقق على أرض الواقع يمكن اختزاله في انتصار حاسم أو هزيمة كلية لأحد الأطراف؟ وإذا كان الكل منتصراً، فماذا عن الخسائر التي كابدها الطرفان؟ This administration can't even give us a straight answer as to why we launched this preemptive war. The president says we had to strike first because an Iranian strike was imminent. Meanwhile, the Department of Defense conceded there was no evidence of an imminent Iranian strike. Some told us this war was about nuclear weapons, but 6 months ago, we were assured our last strike on Iran decimated their nuclear program. So which is it? I think the most candid answer came from the Secretary of State, who told the press that Israel forced our hand and dragged us into this war again. And that truth is the very reason why it is Congress that must decide war. If American lives are to be risked and American blood is to be shed, that decision must be debated and voted on by the representatives of the American people.